السلام عليكم. النهارده بإذن الله إحنا هنعمل cloud operation وهنبدأ نستخدم الMongo database. طيب اللي إحنا هنطبّق عليه النهارده هتكون 5 حاجات أساسية، هنجيب الconnection string، بعد كده هنبدأ نعمل الentity بتاعتنا، نعمل cloud operation سهلة هيكون لtable واحد بس. هنتعلم إزاي نستخدم الpackage الMongo database driver، هنعمل الservice بتاعتنا عشان نقدر نتعامل مع الcollection والdatabase بتاعتنا. وفي الآخر خالص هنعمل الcloud operation علشان نتست بيها ونشوف بيها الموضوع ده كله. تمام، جميل جدًا. أول حاجة هنروح للMongo Atlas. تمام، وهنروح هنا للclusters تمام، بعد ما هنروح هنا للclusters بتاعتنا هنروح للconnect، هنختار drivers، هنختار مثلًا 2.2.12 أو later يعني نختار أي حاجة إحنا غير اللي إحنا حابينه. الدرايفر بتاعنا ممكن نطيّر هنا هيكون للدوت نت. تمام، وهنا بيقول لك الباكج اللي انت محتاج تستخدمها وهنا حتى بيقول لك الكونكشن سترينج بتاعك. هتاخد انت الكونكشن سترينج، والكونكشن سترينج بيكون الاسم بعد كده الباسورد، بعد كده تبدأ طبعا تضيف في الاخر خالص هنا اي ريكواير، طبعا هيكون من ريكواير دي اسم الداتابيس بتاعتك، وتبدأ تاخدها وتستخدمها عندك في المشروع بتاعك. تمام. تمام. طيب أنا هاروح جوّه الapp settings، هنعمل الconnection string، بعد كده نقول له db connection، وهنحط فيها الconnection string بتاعنا اللي إحنا أخدناه من مونجو أطلس، وهنحط في الآخر خالص عندنا هنا الاسم بتاع الdatabase اللي هو هنا في الأول هنغيّره من مثلًا نخلّيه demo 1. تمام، وده هيكون اسم الdatabase بتاعتنا اللي إحنا هنcreate. جميل، كده إحنا أول حاجة عملنا الconnection string. تمام. طيب تاني حاجة نبدأ نعمل الentities بتاعتنا. طيب هنا هنكريت folder هنسميه وليكن مثلًا هنروح هنا جوه نمسك المشروع، هنمسك هنا المشروع هنقول له add folder وهنسميه entity. تمام، وهنعمل جواه class، الclass ده هيكون اسمه customer مثلًا، هيكون أي table بس إحنا بنتست عليه customer. هنبدأ دلوقتي نحدد الproperties اللي جواه. أول property عندنا هيكون مثلًا إن هو يكون عنده ID. طيب إحنا هنا المرة دي بنتعامل مع NoSQL لأن الMongo database NoSQL، فالID هيكون الdefault بتاعه هو الstring، هيكون من type string. تمام، لأن NoSQL بيبقى collections مش tables، وهنسميه مثلًا ID. حلو، بعد كده هندّي له مثلًا name، ومثلًا ممكن ندّي له إيميل، مش مشكلة. طيب الdata annotation المرة دي هتكون مختلفة. إحنا كنا دايمًا بنكتب مثلًا أي data annotation إحنا عايزينها، كنا نقدر نكتب كده وبتكتب نوع الdata annotation، لكن عشان إحنا بنستخدم المرة دي الMongo فإحنا بنستخدم الPython. الPython هي دي اللي بنقدر نتعامل فيها مع الMongo database، فإحنا المرة دي هنقول إن ده ID Python ID، وهنستخدم الPython representation نقول إن ده object ID. هو هنا معترض، يقول لي هو البيسون ده مش موجود. طيب البيسون ده كنا بنستخدمه منين؟ من الباكج اللي إحنا هنستخدمها اللي هي الMongo DB dive. هناخد اسم الباكج بتاعتنا وهنروح الNuget package وهنقول له والله إحنا عايزين نinstall الMongo DB diver. تمام، ونعمل لها install، نقول له I accept. تمام، نزلت عندنا هنا، نرجع تاني للملف، نقول هنا مثلًا update. تمام، وهنا برضه عملنا استخدام الباكج اللي إحنا هنستخدمها اللي هي من الMongo DB driver، عملنا الusing للPython، وعملنا للserialization عشان نبدأ نسمي الحاجات بتاعتنا. طيب هنا برضه ده هيكون الdata type بتاعته object ID. تمام، وهنا هيكون إن ده object، لأ مش هيكون object، هيكون من نوع string.
وكذلك في الإيميل خلّينا إن هو يكون برضه من نوع string. طيب جميل. طيب الID أنا هاخلّيه هنا nullable. طيب ليه nullable؟ عكس السيكوال هو بالdefault بتاعه إن هو خلاص هو initialization ليك الID وبيدّي لك number صح؟ هنا الموضوع علشان نinitialize الID في المونجو بنخلّي ديّة nullable، وفي الpost حتى هنخلّي الID بequal null علشان هو بيعمل لها automation إن هو بعد كده هيخلّي لك الID ده هو بيحط لك الID بتاعه عن طريق الstring. هنشوفها حتى في الاستخدام. طيب كده إحنا عملنا الentity بتاعتنا، هنروح للخطوة اللي بعدها وهو الservice handler بتاعتنا. طيب folder service handler أو المونجو دي بي service إحنا إيه اللي هنعمله جواه؟ أول حاجة إحنا هنعمل هنا في الconstructor بتاعنا هنبدأ نستدعي الconfiguration عشان نبدأ ننادي من الapp settings على الconnection string بتاعتنا اللي هي الDB connection. تمام. تاني حاجة إحنا هنعمل private ونيد only وننادي من الdatabase عشان نبدأ نجيب المونجو database عشان نقدر نعمل الconfigurations بتاعتنا. حلو. جوه الكونستراكتور احنا دلوقتي جوه الكونستراكتور اول حاجه ان احنا نعمل configuration ونقول ان ده بيشاور لده. تمام. assign field. بعد كده هنا هنبدا نجيب على الكونكشن سترينج بتاعتنا وننادي عليها. بعد كده بنتاكد هل هي null ولا لا. بعد كده بعد ما بنخلصها بنعمل mongo url دوت create. خلاص create لي الداتابيز بالكونكشن سترينج اللي انا اديتهولك. بعد ما باكريتها خلاص بجيب بقى الكلاينت بجيبه من مونجو يو ار ال اللي انا بجيبه. بعد ما بخلص المونجو كلاينت بروح للداتابيز اللي انا عملت لها انيشاليزنج فوق. وهقول له المونجو كلاينت دوت جيت داتابيز هيكوال المونجو يو ار ال دوت الداتابيز نيم. طيب تمام. طيب بعد كده انا عايز دلوقتي اكريت تيبلز او اكريت اي حاجه. فعشان اخليها دايناميك فهعمل هنا فانكشن اسمها iMongo collection dynamic دي يعني. وبتاخد مني get collection دي بتاخد برضه مني اسم الكلاس اللي انا عايز اكريت له. والcollection نيم هيكون برضه باسم الكلاس. وهنا بقول له database dot get collection اسم الكلاس collection نيم. تمام تمام جدا جميل جدا. طيب كده دي السيرفيس هاندلر بتاعتنا عملناها. يلا نبدأ نخش في الكود اوبريشن بتاعتنا. طيب دلوقتي احنا عندنا هنا الكاستمر كنترولر عملناه. اول حاجة احنا هنعمل اي مونجو كوليكشن. حلو وبينادي على الكاستمر بتاعنا. تمام. جوه هنا احنا هننادي على المونجو دي بي سيرفيس الهاندلر اللي احنا عملناه. طبعا علشان يبدأ يشتغل لازم نعمله dependency injection. فهنروح هنا للبروجرام دوت سي اس ونقول له هنا builder دوت services دوت at scope المونجو دي بي سيرفيس بتاعتنا. نرجع تاني للكنترولر بتاعنا. جوه هنا الكنترولر انا هقول له والله ان هنا انا عايز اعمل جيت كوليكشن لكلاس الكاستمر اللي احنا لسه عاملينه. تمام. وجوه هنا الكلاس نبدأ نكريت بقى الكارد اوبريشن. اول حاجة الجيت بتاعتنا والله هي بتاخد مني هنا بقول له هنا ان هي تكون تاسك من نوع انيمابل من اسم الكلاس بتاعنا اللي هو الكاستمر. طيب بقول له هنا await customer دوت find والفلتر بتاعك انا عايز تفلتر على الديفينيشن customer دوت empty. وعايزك ترجع لي كله دوت تو ليست السync. طيب تمام. طيب اللي احنا هنا بنعمله عشان نكون على احنا هنا اللي احنا بنعمله ببساطة احنا هنا بنشرح الاكزامبل اوف يوزج. طيب هل ده the best way دي احسن طريقة للاستخدام للاستدعاء بتاع الداتابيز؟ لا طبعا. طبيعي ان احنا هيكون لينا فولدر هيكون فيه كل الكارد اوبريشن معمولة جاهزة. كل اللي احنا هنعمله هنا هو ريكول ليها زي ما كنا بنتعامل مع الجينيريك ريبوزيتوري بمعنى اصح. تمام. طيب تمام. أول حاجة إحنا هنا بنجيت أول كاستمر فايند وبنستخدم. طيب نيجي للجيت بتاعة الأي دي. أول حاجة طبعا جيت أي دي وقلنا أنا جيت هنا باي أي دي وهيجي لك سترينج من نوع أي دي. طيب المرة دي الفلتر كنت هنا عشان مفيش فلتر معين فكتبت له فلتر ديفينيشن كاستمر ايمتي مفيش فلتر أنا عايزه معين علشان تجيب لي بيت داتا. طيب أنا عايز أفلتر بشكل معين فأقول له هنا البيلدرز اسم الكلاس اللي انا عايز افلتر عليه بقول له هنا دوت فلتر. وهنا بقى عندي اكتر من نوع ممكن اقول له وير ممكن اقول له ايكوال ممكن اقول له حاجه تانية. تمام. فبقول له هنا دوت ايكوال لما الاكس
اللي هو الاكس ديت اللي هي جوه الكلاس، جوه الكلاس بتاع الكاستمر، اكس دوت الاي دي ايكوال الاي دي اللي جاي لك من البارامتر. طيب لما ده يحصل بقول له كاستمر اويت كاستمر فايند بالفلتر اللي انا عملته، هات لي اول نتيجه هتطلع لك، وفي الاخر خلاص بقول له ريتيرن كاستمر. طيب تاني حاجه عندي البوست. البوست عندي هنا انا بعمل ايه؟ انا هادي له هنا في البارامتر بتاعك كلاس كاستمر، بقول له هنا الكاستمر دوت الاي دي نل علشان المونجو داتابيز يكريتها لي هو، وبعد كده باجي هنا اقول له await customer dot insert one async، وبعد كده بقى insert الكاستمر اللي جاي. طيب طبعا انت ممكن تعمل الفاليديشنز اللي انت عايزها، ممكن تستخدم الايرور هاندلنج، انا بس كل اللي انا بعمله هنا ان انا بس اوريك ازاي هتستخدمها. طبعا انت ممكن تعمل فاليديشنز زي ما انت حابب بالطريقه اللي انت حاببها. تمام. طيب نيجي هنا للابديت. في الابديت نفس الموضوع، باخد الكاستمر اللي انا هابديت عليه بالاي دي اللي انا هيجي لي، بتشيك الاي دي اللي هيجي لي لو هو ايكوال الاي دي ايكوال الاي دي بتاع الكاستمر اللي موجود ولا لا. طيب لو هو موجود خلاص بقول له ريبليس اللي موجود وحط لي الكاستمر الجديد. طيب ريبليس وان اسync تاخد منك حاجتين، تاخد منك الفلتر وطبعا بتاخد منك الكاستمر الجديد. تمام. وطبعا الديليت نفس الفكرة، نفس الفلتر بتاعنا ايكوال، وفي الاخر خالص بقول له delete one async وبديله هنا الفلتر. طيب علشان هنبدأ نتست، انا بستخدم هنا دوت نت فيرجن 9. تمام. فانا استعملت سكيلر از ان هو بدل السواجر استخدمت سكيلر اي بي اي ريفرنس. هي الباكج، خلينا حتى نجيب الباكج عشان تشوفوها. اهيت سكيلر دوت اي اس بي دوت اي اس بي نت كور، وبتروح للبروجرام دوت سي اس جوه الانفايرمنت دوت اس ديفلوبمنت، بديله هنا اب ماب سكيلر اي بي اي ريفرنس. فبالتالي هرن المشروع. ضاف هنا عندي فوق على الشمال هتلاقي كلمة كاستمر. تمام. جوه الكاستمر عندك الجيت، البوست، البوت، الجيت باي اي دي والديليت. طيب خلينا مثلا نجرب البوست. طيب اقول له هنا تيست ريكويست. طيب جوه هنا طبعا الاي دي بنل، احنا قلنا خلاص الديفولت بتاعه. النيم والله خلينا نحط نيم مثلا احمد. الايميل طبعا احنا مش عاملين اي فاليديشن على الايميل، فنكتب احمد @gmail.com وهنقول له هنا send. طيب تمام طلع لي هنا الاي دي، طلع لي احمد، طلع لي جميل. طب انا عايز اشوف بقى الموضوع ده في الداتابيز. ميزه مونجو اتلس ان الداتابيز اوريدي مرفوعه على سيرفر، ودي ميزه كويسه جدا. طيب هتروح على الداتا سيرفيس هنا، هتروح للبراوز، هتروح للكوليكشنز بتاعتك، هتلاقي عندك هنا الديمو 1، عندك الكاستمر اللي احنا لسه ضايفينه نفس الاي دي بنفس كل حاجه. جميل جدا جدا جدا. خلينا نجرب بقى بقيه الكارد اوبريشن. هنا الجيت، وقال له هات جيت كل الداتا سند، بيقال لك اخدت وقت قد ايه، ادي دي الداتا اللي جايه لي، اقدر اخدها كوبي، اقدر اداونلود البادي، اقدر اعمل اي انواع كاستمايزيشن انا عايزها. سكولار جميل جدا الصراحه، فانصحكم تجربوه. وخلينا مثلا ناخد الاي دي من هنا. تمام. ونروح هنا نقول له انا عايز والله الكي بتاعتك اي دي، وهي دي الفاليو، وخلينا نتست. راح جاب لك هنا هي كتب لك الفاريبلز. طبعا هنا برضه انت ممكن يعني تقدر تستخدم اكتر من طريقة برضه، يعني لو عملنا ديت مش مشكلة. تمام. طيب خلينا كده نجرب الجيت باي اي دي ونروح هنا نتست ريكوست. تلاقي عندك هنا الفاريبلز، هتديله هنا الاي دي بتاعك send. تمام. خلينا نجرب الديليت تيست ريكوست. تلاقي هنا عندك الاي دي شغال، قلت له هنا الاي دي بتاعك تدوس send delete successful. خلينا نجرب الجيت بتاعتنا، مفيش خلاص. وحتى هنا لو عملنا هنا ريفرش مفيش داتا. المونجو اطلس حلو جدا للامانه. المونجو داتابيز سهله في التعامل. ممكن تستخدم باكجز متنوعه، حتى احنا ممكن نستخدم الباكج بتاعه الايدنتيتي.
الفرق ما بين المونجو مثلًا وما بين الSQL Server Management في الأول، حتّة الentity framework أنت حرفيًا بتستخدم بديل عنها، فبتوفّر كتير ممكن في الاستخدام. طبعًا كل حاجة ليها استخدامها، الNoSQL ليه استخدامه، الSQL ليه استخدامه. كل ما تتنوّع أنواع الاستخدام وكل ما تتنوّع طرق الاستخدام اللي عندك، كل ما ده هيكون أحسن ليك أنت كمبرمج. جميل جدًا إن أنت تتعلم المونجو أطلس، هيريحك كمان في حتة الرفع بتاعة الdomain. actually أنا باستخدم هنا الversion المجاني، أنت ممكن تupgrade، ممكن تستخدم version بفلوس بعد كده. ف يب أتمنى إن يكون الفيديو عجبكم. لو حد فيكم عنده أي سؤال عن المونجو database في استخدامات في examples معينة، حاجات زي كده، أكون مبسوط جدًا إن أنتم تكتبوا لي في الcomments. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.